ايه اسمعي بقى؟ الكلام يا تتجنبيها خالص لو في مشاكل، لان انا عندي حواليا دايره صحابي في الحما الغيوره، وفي الحما المتسلطه، وفي الحما اللي بتتدخل في كل حاجه، وفي الحما اللي انت لو الشكاكة. عملتي العجب عمرك ما هتعجبيها. صح يا طيب. ياسمين؟ احنا معانا منى كمان. انا لا بس هي عايزه مدياكي حاجه اوفر. عايزه اقول حاجه، ان يا بخت من زار وخفف، مهما كنتي صاحبه حماتك ومهما كانت كويسه وعلى راسك من فوق، يعني خلي خطوتك عزيزه. برضو القرب زياده، اصل بس خلي في بالك بيت عيله، في ناس بس ساكنين في خلي بيت بالك عيلة. القرب زياده ساعات بيجيب مشاكل. فانت مهما كنتي صاحبتها وحبيبتها، لو لقيتي ان الموضوع ستيبل، لا انتوا قريبين قوي ولا انتوا بعاد قوي، ما بلاش يعني انا ما ازورهاش يعني ولا هي اللي ما تزورنيش؟ لا يعني زوريها. يا بخت من زار وخفف. لازم خليكي هتزوريها كل مره زياره ثابته يا جماعه، ويك ايا اند. كان هي كويسه او مش كويسه. بصي ابنها بغض يا جماعة. النظر ايوه بس ابنها. مش لازم بقى قدامها نفضل انا وهو، يعني ده بيجيب لي، ده بيعمل لي، ده مش عارفه ايه، روح هات لي معرفش البتاعه دي من على الترابيزه. ملاش برضو يعني الحاجات دي، ما هي في برضو حموات بتبقى عايزه تقوم تجيب مرات ما تيجي الابن من ناخد رأي شعرها. منى. وفي مرات ابن فراسه. الو يا منى. بالظبط كده. يا منى شفتوا الحق دي هتبقى حماسه. شاركينا يا منى، شاركينا الموضوع يا منى. انا مبسوطه قوي من الموضوع اللي بتتكلموا فيه، وعايزه اسلم على الاستاذه ميار، انا عارفاها معرفه شخصيه. اهلا يا منى. وبسلم عليكم كلكم، أهلاً. وبحب البرنامج بتاعكم جدا. ربنا يخليك. وعايزه اقول تجربتي الشخصيه بقى مع الحما يعني. اتفضلي. هي في الاول انا بحبها جدا وبحترمها وبكن لها كل احترام طبعا، لانها ست كبيره وام زوجي وكل حاجه تمام. تمام. فانا ليا ظروف خاصه، ان انا والدتي برضو مريضه، فهي لما بتيجي عندي ببقى عايزه اقعد افضفض معاها تمام. هي دايما تجيب اللوم عليا، اللي انا مخلصه طبعا فلوس جوزي، وان احنا قاعدين بنصرف، وان احنا مش عارفه ايه. طبعا هي ما بتجيبش السيره دي لجوزي نهائي، لازم تعتب عليا انا وتحاسبني انا تمام. فبقعد اسمع واسكت، فبضطر ارد عليها على اساس اني عايزه افهمها ظروف حياتنا ماشيه ازاي، فبفضفض معاها. بفضفض معاها 1 2 3 احنا ظروف حياتنا كذا كذا تمام. تروح بقى تاخد الكلام، احنا بقى زي بنات اهو، تروح تاخد الكلام بتنقله بقى لجوزي بصيغه ثانيه خالص. ازاي بقى بتقول له ايه؟ بتزود كلام من عندها؟ ولا بتزود بتقلب الكلام يا منى صح؟ بتزود الكلام من عندها، تقلب الحاجه. وبتعمل مشاكل جامده جدا بيني وبين جوزي. ومديه صوره لاخوات جوزي بقى، البنات اللي انا بعملهم زي اخواتي فعلا، ان انا ماديه وان انا بقى بصرف كتير، وانه مع اني ما بتدخلش في نقطه هو بيديهم ايه او هو بيصرف عليهم ايه تمام. وكمان ما بحكيش، يعني انا ما بحكيش غير لو انت كل ده ما ما بتحكيش، انت ده انت قاعده بتفضفضي تحكي معاها. بس ما انت برضه تحكيلهاش. بتفضفض مع ما انت حماتك. قلتي كل حاجه. وقلتي في حاجه عندك مشكله برضو يا منى، ان انت بتردي عليها. احنا كنا لسه وبتفضفض بنقول يعني ما ترديش عليها، يعني قولي لها ايه، اسمعيها واسكتي. حتى لو هي متضايقه وشايفه ان انت لازم تدبري لجوزك الفلوس، ولا ما تصرفوش كتير، ولا بالراحه قولي لها حاضر، عند حضرتك حق، انا هتكلم معاه في الموضوع ده. الحاجات دي